فتة العيش الفلاحي الملدن معايا النهاردة هنعملها بكل سهولة وأطعم بكتير من الرقاق، وطعمه خطير جدا في الفتة. ده أول حاجة، ده عيش ملدن يا جماعة، دقيق ذرة على دقيق قمح بنعمله مع بعض وبيطلع معانا أجمل عيش بالطريقة دي. هنعملها بقى بكل سهولة. وتعالوا الأول ما نشوف صينية الفتة معايا النهاردة. هنعملها في ثواني بس مميزة جدا، اللهم بارك، بقى مع شوية كده من الشوربة خطيرة جدا. هنعملها بكل سهولة، بس الأول صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعملها بكل المقادير مظبوطة معانا، مش هتاخد أي وقت ولا أي تكلفة ولا أي مجهود منك، وممكن تعمليها معاكي في أي وقت. أول حاجة معايا خطوة الرز معايا النهاردة. هنعمل معايا كوباية من الرز، هنعملها معايا للفتة. عندي حلة سخنة بحط فيها شوية من الزيت، عندي هنا فصين من الحبهان وكمان شوية كده من المستكة. ما شاء الله، شوحيهم كويس جدا معاكي كده في الزيت معاكي كويس جدا. اديهم تشويحة، المستكة تسيح معايا تمام ما شاء الله. اول ما بتسيح معايا بروح نازله عندي بالرز، اللهم بارك، شويه رز بقى بالمستكه والحبهان خطيره جدا ما شاء الله. هنا بقى نزلت عندي بالرز المغسول والمنقوع لمدة نص ساعة. أسيب بقى الرز يسخن معايا كويس جدا معايا ما شاء الله. بس الأول هنحط عندنا معلقة صغيرة من الملح ما شاء الله، وهقلبهم كلهم مع بعض. وبعد كده هنظبط معانا عقد المية المظبوط، اللهم بارك. شايفين حضراتكم، دي أهم خطوة، لازم تسيبي الرز ينزل كل السوائل اللي فيه مع حرارة البوتاجاز ما شاء الله. ادي بقى هنا بجهز عندي بقى ايه، عقد المية معايا، اللهم بارك. مقدار كوباية الرز صغيرة، عندي مقدارها كوباية من المية صغيرة، اللهم بارك. ادي انا مش بعدي الا عقلة صباع واحدة في مقدار الرز ما شاء الله. هنا بقى اظبط عندي وانزل كل الجناب كده من الرز معايا، اللهم بارك، وهدي عليه النار يتشرب معايا. اول ما بيتشرب بروح مقلباه تقليبه واحده، وبعد كده بسيبه لمده 3 دقايق، ما بياخدش اي وقت خالص، وفي ثواني تلاقيه استوى معاكي، اللهم بارك. شايفين بقى هنا اتشرب معايا كويس جدا. هأديله دلوقتي تقليبه معايا، وبعد كده ههدي النار عليه تماما. وادي اول خطوة عندي في الرز معايا والفتة ما شاء الله. ده احلى رز معايا بالفتة، خطير جدا، اللهم بارك. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى لخطوة عندي الصلصة او دقة الفتة بالخل والثوم. هنعملها ازاي؟ عندي طاسة سخنة بحط فيها زيت مع معلقة صغيرة من الثوم المفروم ما شاء الله، واديهم تشويحة مع بعض كده. اول خطوة، اللهم بارك. ادي حضراتكم هديها دلوقتي التقليبه معايا كده بالشكل ده ما شاء الله. واول ما التوم ريحته بتطلع معاكي وبيتشوح كويس جدا، اللهم بارك، بروح حاطه عندي معلقتين من الكبار من الخل ما شاء الله. دي بقى تاكلي احلى فتة خل بتوم خطيرة جدا للفتة ما شاء الله. اسيبها بقى تسخن معايا بالشكل ده بقى مع التوم كده والريحة تطلع معايا. اكون مجهزة عندي عصير 3 حبايات من الطماطم معايا. بس الاول هحط عندي معلقة صغيرة من البابريكا، اللهم بارك، وهنزل عندي بعصير الطماطم ما شاء الله، وبقلبهم بقى مع بعض. واظبط عندي بقى ايه، الملح والفلفل الاسمر والكمون، كل حاجة عندي نص معلقة صغيرة يا جماعة ما شاء الله، ونص معلقة صغيرة كمان من السكر، اللهم بارك. شايفين حضراتكم، اسيبها بقى تتسبك معايا. اول ما بتبدأ تتسبك معايا بهدي عليها النار تماما ما شاء الله، لعند ما توصل معايا للقوام التسبيكة اللي احنا كلنا متعودين عليه ما شاء الله. ادي هسيبها دلوقتي بقى عندي كده على النار. تعالوا بقى في خطوة كمان هنجهزها دلوقتي، اللي هو العيش الفلاحي الملدن معايا. دلوقتي انا كسرته عندي، حطيته في الصينية بالشكل ده، ووزعت عليه الرز بالحبهان والمستكة، خطير جدا والله بجد، طعمه مميز جدا، اللهم بارك. شايفين دي مش صينية فتة عادية يا جماعة، والعيش الملدن ده تعملي بيه احلى صينية فت واطعم بكتير جدا من الرقاق اللي احنا متعودين عليه ما شاء الله. ادي هوزع دلوقتي كمية الرز معايا كلها بالشكل ده ما شاء الله،
اللهم بارك. وبعد كده بجهز عندي بقى ايه الشوربة معايا. دي اول خطوة. انا عندي يا جماعة عاملة عندي شوربة من شوربة اللحمة بالشكل ده. شايفين جمال الشوربة معايا؟ اللهم بارك. عملتها قبل كده لحضراتكم في فيديو معايا على صفحتي على اليوتيوب. اتمنى حضراتكم تدخلوا عليه وتشوفوا الطريقة بكل سهولة جدا. هحط دلوقتي بقى عندي الشوربة كده مع الرز وكمان العيش الملدن معايا، خطيرة جدا ما شاء الله. هوزع بقى كمية حلوة كده من الشوربة معايا، وفي نفس الوقت انا ما بكترش شوربة يا جماعة. انا عايزة احس معايا بطعم العيش في الفتة، بيبقى طعمه مميز جدا والله العظيم بجد ما شاء الله. العيش ده لو موجود عندكم في البيت ده كنز بصراحة. ادي بنزل بقى عندي كمان بقطعة كده من اللحمة، بس بوزعها مش جنب بعضها بالشكل ده ما شاء الله، علشان طبعا احنا لسه كمان هنحط عندنا الصلصة الخطيرة معايا النهاردة. اللهم بارك. ادي بقى بالجمال والحلاوة ما شاء الله. كل سنة يا رب وحضراتكم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد علينا جميعا وعلى أمة الإسلام، اللهم أمين. شايفين بقى دلوقتي أنا وزعت عندي كده الصلصة معايا بالخل والثوم، طعمها رهيب جدا. مهما تاكلي من صينية الفت دي عمرك ما هتشبعي من جمالها وحلاوتها. تعمليها بقى أول يوم العيد، تعمليها في أي يوم عندك، بتبقى طعمها مميز جدا وأحلى بكتير من أي فتة من الرقاق الطري أو الناشف معاكي. وبألف هنا وشفا، يا رب يسعد قلوبكم جميعا. أتمنى من حضراتكم تتابعوني على صفحتي على اليوتيوب يا أحلى إخوات في الدنيا. يا رب يجمعنا على حب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف صحة وسعادة وخير عليكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.